يا مساء الفل والياسمين ومرحبا بكم في قناة مطبخ محمد البسكري. نورتوني البنات كي تدخلوا هنا وقسما بالله غير تفرحوني ونشوف لي فيو تاعكم. يعني نعرف بلي كاينه مشاهدات وكاين ناس راهي ديما تستنى في الجديده تاعي. نقولكم مرحبا بكم ونورتوا القناة. اليوم البنات الى اول مرة قبل ما ندخلكم في الفيديو واش رايحين نديروا، الى اول مرة تخرج لك هذا الفيديو ما تنسيش تضغطي على علامة الاشتراك به كل ما نحط جديد يدخل عندك. وبارطاجوا الماكسيموم به القناة تاعي، يعني تكبر وتعمل فائدة ليكم كامل. راح ندير لكم اليوم واحد الفرماج يجي يعني وصفة اقتصادية وساهل روعة روعة. اروحوا نبداو مباشرة بالمكونات مع بعضنا. عندي هنايا عصير حبة على ليمون، عندي فص ثوم، فلفل كحل، ملح، مغرف زبدة، و5 حبات فرماج. يبقى اختياري الفرماج البنات، تحبوا ديروه تحبوا ما ديروهش وكيما حبيتوا نتوما الكمية تاع الفرماج. وعندي هنايا 2 اطرات تاع حليب، يعني يكون رايب، يعني كي تفيضيه يكون ما يفيضلكش هذاك الحليب. احنا ما نطيشوهش البنات، واش نديروا له؟ نروحوا نخدموا به فرماج به، يعني ما نطيشوهش ونستفادوا به. نجيب هنايا الحليب تاعي نحطه يسخن على نار تكون يعني قاويه شويه، ما تكونش متوسطه وما تكونش ناقصه خلاص. يعني البنات تكون النار فوق المتوسطه شوي. ونبقى كي ندير له هذاك النص الفنجال تاع القارص، يعني عصير ليمونه كامله رايح يطلع لك نص فنجال. ماشي رايحه تكفينا هذيك النص فنجال يعني تاع القارص، ماهوش رايح يروب لنا الحليب تاعنا مليح، يعني ماناش رايحين نقدروا نخرجوا منه الكميه تاع الفرماج اللازمه. هنا البنات نخليه يعني راه يغلي، ورانا نبقاو كل شويه رانا نحركو. شتو كي تشوفوه البنات بدا شويه يهز هذيك الغليه كيما هنا. شوفوا راني نحرك هنا بدا يعني الفرماج هذاك يعني الحليب الماء ينفصل على الجبن. هنا بدا شويه يبعد عليه، يعني راه كي نبقى نحرك كيما هكا هو فيه القارص. شوفوا كيفاه. هنا رايحه نزيدو انايا 3 مغارف اخرين نتاع خل. راني ضفت المغرفه الاولى و2 مغارف اخرين البنات مانيش عارفه كيفاه راحوا لي في المونتاج برك ما خرجوليش. المهم البنات ضيفوا 3 مغارف تاع الخل مع نص فنجال تاع القارص. ما تخافوش منه، مش راح يجيكم حامض ولا راح تجيكم فيه نكهه خفيفه طول برك نتاع القارص. علاش البنات حنا نديروا القارص؟ به الحليب ينفصل على الماء نتاعو هذاك. وهنا راه بدا يتكور هذاك الجبن تاعي، يعني نبقى نحرك. علاش هذا راني ندير كيما هكا؟ علاه راني نحرك؟ يعني لازم تكثر التحراك تاعو، وديما نستعمل ملعقه خشبيه. الملعقه البنات الخشبيه كي نقعدوا نحركوا بها هي اللي راح يعني تحريك اللي ياسر في الحليب هو اللي يخلي لك الجبن ينفصل على الماء. الهضره ذهبت لي، المهم راكم فاهميني وكل شيء راه واصل لكم. المعلومه المهم راني نوصلها لكم. وهنا راه اللون بدا يتغير. شوفوا رايح يولي لك هذاك الماء تاع الحليب كي نحو منه ذاك الفرماج يروح له الابيض الناصع هذاك تاع الحليب، يولي لك الماء تاعو كي شغل اصفر. نقعد البنات نحرك يولي اصفر شغل اصفر شفاف، يعني تشوفي الحليب تاعك تكور. شوفوا هنا الحليب هذاك الكل يعني نحيته، هذاك هو الفرماج، هذا هو اللي رايح نخرجوا منه الفرماج. هنا نكمل كيما راني ندير ونحيه كامل، كي نعود نجبد فيه كي شغل نلويه نديرو بوله. بعدها هنا في هذيك بعد ما تكور لي كامل ونحيت، وشوفوا الماء كيفاه راه شفاف. هنا نروح نصفي الكميه الكبيره تاع الماء، نروح نحيها البنات نطيشها، ولا يعني ما كنتش رايحين تستفادوا به الماء هذا. بعدها نخلي قدر كاس نتاع ماء، نعاود نصفيه ونهبط هذاك الفرماج كامل. والماء هذاك البنات وكي تصفوه البنات ما تخلوش الفرماج تاعكم يقطر ياسر، نسحقوه يعني فيه شويه تاع الماء باه ما يجيناش ناشف ويابس الفرماج تاعنا. نخلوه شويه فيه الماء ونخلو من تحت، يعني الماء هذاك اللي صفيناه نخلو منه على الاقل قدر كاس تاع ماء رايحين نحتاجوه من بعد في الوصفه تاعنا. نجيب هنايا كاس اللي رايحه نطلع فيه يعني الفرماج نتاعي. نجيب الطاس تاع الميكسر ونحط فيه الكميه تاع الجبن اللي صفيناها من الحليب. نزيد نضيف له مغرف تاع زبده تكون طريه ولا حتى كان يعني زي تكون بارده نورمال، لانه الحليب هنا راه سخون رايحه تذوب.
نزيد هالكميه تاع الفرماج. انا درت 5 حبات تاع فرماج. الا عندك كثر ديري، عندك اقل تقدري ثاني ديري نورمال. عندي هنايا نص فص تاع ثوم. انا الفص تاعي راه شوي كبير، راني درت النص تاعو. وعندي شويه فلفل كحل وشويه ملح. هنا راني نقصت منه درت نص حبه. الا عندك صغير ديري فص واحد صغير فقط، يعني باش ما تجيكش النكهه تاعو قويه تاع الثوم في الفرماج. وكيما تحبي تنكهيه نكهيه. انا اليوم حبيته بنكهه الثوم. تحبي ديريه بنكهه الزيتون الاخضر، تحبي ديريه بنكهه الزيتون الكحل، تحبي ديريه بالزعتر، تحبي ديريه بالنعناع، كيما حب لك تنكهي الفرماج تاعك نكهيه بزيت زيتونه، يعني لك الاختيار. كيما حبيتي المنكهات هذه تحبيتي كيما تحبيتي تزيديها نورمال. نطلعه بالميكسور. في الاول ما نزيد له والو، نطلع غير هذيك المكونات اللي درتها. رايح يجيك ثقيل ياسر، يعني راح يتعبك شوي وتطلعي فيه بالميكسور. بعدها نجيب هذاك الكاس تاع الماء اللي نحيناه من الحليب وهو سخون. نبقى نضيف فيه تدريجي، ما نضيفش الكاس كامل بنات. انا راه دالي غير ربع تاع الكاس، يعني كاس معمر حبست تحت الخط تاع الكاس شوي. نضيف يعني ربع كاس نتاع هذاك الماء نتاع الفرماج ونبقى نطلع. رايح يجيك يعني الجبن تاعك يجيك ليس ما شاء الله. البنه قسما بالله يا روعه روعه. يجيك فيه هذيك البنه كي شغل الجبن، كي شغل فيه البنه تاع الكامامبير. ما عرف كيفاش تجي البنه نتاعو روعه روعه. يعني رايح كيما ذكرنا على الدخول تاع المدارس، وليداتنا كامل يحبوا ياكلوا الفرماج في الخبز. احيانا يكون مش متوفر ويكون الحليب عندك فاسد، ولا حتى مش فاسد اطرتين تاع حليب والله لا يعني تخرج لك كميه معتبره نتاع الفرماج. انا عندي اطرتين البنات تاع الحليب درتهم هنايا. نبقى نطلع. شوفوا كيفاه طلعته، يعني حوالي 3 دقائق حتى ل5 دقائق وتطلعي فيه يجيك ثقيل، يجيك ما شاء الله. البنه ما نحكي لكمش، جربوه والله ما تندموا على الوصفه تاع اليوم. شوفوا هنايا نوري لكم القوام نتاعو. ورايح يقعد لكم يعني ديريه في بورتمونجي، رايح يقعد لك حتى يعني الاسبوعين فما فوق، ماهوش رايح يفسد. واصلا تاع المبنين ماهوش رايح يفوت لك اسبوع. انا يا والله ما فات لي 3 ايام ما فاتهاش، يعني في الكونجيلاتور ولا في الفريزر وين حبيتي تحطيه حطيه ويجي يهبل يهبل. شوفوا هنا كيفاه يجيك ليس. ويعني رايحين يحبوه يعني كبار وصغار، وحتى الولاد اللي ما ياكلوش الفرماج. عندي انا بنتي ما تاكلش الفرماج نهائيا. هذا الفرماج كي درته جاها ما عرف كيفاه بدلها البنه، يعني مش كيما الفرماج اللي ناكلوه تاع كل يوم. يعني جاتها بنه جديده شغل بنه، بدلت لها البنه نتاعو. والله لا كلاتو. راني تعرفوا كل مره تجيني ماما ديري لي شوف الخبز، ماما ديري لي شوف الخبز. يعني ما شاء الله والله اللي عجبني انايا. وراني يعني ديما ندير هذه الوصفه. مش موالفين ياكلوا، مش موالفين يذوقوه اصلا. هذا كي نخدمه المره هذه كي خدمته قلتها ذوقي برك ماما، والله لا كلات منه وعجبها ما شاء الله. جربوه البنات، نتمنى يعجبكم. ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني قبل ما تخرجوا من لاشين. وفي الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.